السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال سنة رابعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هناخد الجزء التاني من الدرس التاني اللي هو أنواع وطرق التكيف. طيب احنا أخدنا ايه المرة اللي فاتت؟ أخدنا ايه هو التكيف السلوكي وايه هو التكيف التركيبي. طيب التكيف التركيبي قلنا من اسمه كده يعني تركيب أو جزء في الجسم. أما التكيف السلوكي هو طريقة تصرف الكائن الحي، السلوك بتاعه، يعني الحيوان بيعمل ايه علشان يعرف يتكيف. طيب تعالوا بقى ندخل النهاردة على بقية الأنواع، وهو ثعلب الفنك والثعلب القطبي. عايزين نعرف ثعلب الفنك والثعلب القطبي ازاي بيعرفوا يعيشوا في بيئتهم. قال لي هنعرف من خلال الفيديو النهاردة ازاي هما تكيفاتهم التركيبية وتكيفاتهم السلوكية بتخليهم يتكيفوا في البيئة اللي هم عايشين فيها. كملوا الفيديو للآخر، والنهاردة بإذن الله هتستفادوا، والجزء ده سهل خالص وهتفهموه بإذن الله. ركزوا في الفيديو واكتبوا الملاحظات ورايا، وما تنسوش لو كملتوا الفيديو للآخر اكتبوا تم في الكومنتات. ندخل في الجزء الجديد بتاعنا اللي هو ثعلب الفنك وثعلب القطبي. لازم ناخد الاول او نراجع بسرعة على انواع البيئات اللي احنا اخدناها قبل كده، علشان دي مهمة جدا وهنستخدموها النهاردة كتير جدا في الدرس بتاع النهاردة. اللي طبعا مذاكرها وعارفها كويس يعديها عشان ما يضيعش وقت ويدخل على طول في الجزء الجديد. البيئات دي انا شرحتها مرتين قبل كده، بس بما اننا داخلين على جزء فيه بيئات كتير فانا هراجعها بسرعة تاني، علشان زي ما قلت انها مهمة، لان انت لو فهمت البيئات ديت هتعرف الحيوانات بتعيش في البيئة ديت ليه، وليه بتعمل كده علشان تتكيف مع البيئة دي. تمام، هنشوف دلوقتي. طيب البيئات انا عندي نوعين من البيئات. اول نوع هي البيئة الصحراوية اللي هي الصحراء، وبتكون درجة الحرارة فيها مرتفعة. معنى كده انه الحيوانات اللي بتعيش هناك في الصحراء بتكون عايزة تتكيف مع درجة الحرارة ديت. تمام. اما بالنسبة للبيئة التانية فهي القطب الشمالي او الجنوبي او الجليد، يعني البيئة الجليدية بتكون درجة الحرارة فيها منخفضة. علشان كده برضو الحيوانات اللي بتبقى عايشة هناك في البيئة الجليدية ديت بتكون عايزة تتكيف مع الحرارة المنخفضة هناك. حاجة ثعلب الفنك. ثعلب الفنك دوت بيعيش في الصحراء الحارة الجافة. طيب ليه؟ علشان يعرف يتكيف مع درجة الحرارة المرتفعة هناك. هو لازم يعرف يتكيف مع درجة الحرارة المرتفعة ديت الموجودة في الصحراء علشان يعرف يعيش. والثعلب القطبي نفس النظام، قالك موجود في صحراء التندرا. هتقولي طب ما صحراء اهي، اقولك بس صحراء التندرا ديت باردة، يعني الحرارة فيها منخفضة. ما مش كل الصحاري بتكون حارة، في صحراء بتبقى عبارة عن جليد. تمام، بتكون درجة الحرارة فيها منخفضة، وبالتالي الثعلب القطبي برضو بيبقى عايز يتكيف معاها علشان يعرف يعيش. طيب تعالوا بقى كده نشوف، ادي صورتين اهم ليهم، ده ثعلب الفنك وده الثعلب القطبي. احنا اتكلمنا عن الثعلب القطبي دوت في الفيديو التاني، وقلنا ان هو لون الفراء بتاعه بيتغير بتغير فصول السنة. طبعا انتوا اللي مذاكر يعني هيبقى عارف ليه، علشان طبعا الثعلب القطبي يتكيف مع ايه، مع الفصول السنة المختلفة. فمثلا في الصيف بيغير اللون اللي هو الفراء الابيض دوت بيغيروا اللون داكن بني بقى او اسود وهكذا. ولما بيرجع الشتاء تاني او في الجليد بقى جو تلج بيرجع لون ايه الفراء بتاعه للون الابيض. تعالوا بقى نشرح كده ثعلب الفنك والثعلب القطبي. اول حاجة فيهم التكيفات التركيبية. احنا هنشرح اول حاجة ايه التكيفات التركيبية. طيب تكيفات تركيبية يعني تركيب في كل واحد فيهم. طيب ايه بقى التراكيب اللي بتبقى موجودة في الثعلب الفنك او الثعلب القطبي اللي بتخليه يتكيف مع درجات الحرارة في المكان اللي هو عايش فيه؟ التكيفات التركيبية هنتكلم عن الفراء بتاع كل واحد فيهم. هنتكلم اول حاجة عن ثعلب الفنك. الفراء بتاعته زي ما ظهر في الصورة كده لونها ايه؟ لونها بني. طيب ليه الفراء بتاعت ثعلب الفنك لونها بني او بني قالب لون اصفر كده زي الرمال؟ قالك علشان يعمل تخفي في البيئة الرملية بتاعت الصحراء، وبالتالي لما يعمل تخفي في الرمال يعرف يحمي نفسه من الحرارة او الشمس الحارقة او الحرارة المرتفعة بتاعت الشمس. يبقى معنى كده انه الفراء البني دوت حماه من درجة الحرارة المرتفعة الموجودة في الصحراء او من الشمس الحارقة الموجودة في الصحراء. وبالتالي لما يتخفى كمان يعرف يصطاد، لانه كده كده محدش ايه هيشوفه، لانه لونه نفس لون مين؟ الرمال. يبقى هو لما يتخفى في الصحراء او في الرمال ديت مش هيبان، وبالتالي يعرف يصطاد بسهولة.
ويعرف يحمي نفسه من درجة الحرارة المرتفعة الموجودة والشمس الحارقة. تمام؟ ديت كده ايه بالنسبة للفراء البنية اللي موجودة ايه عند ثعلب الفن. اما الثعلب القطبي بقى هتقولي عنده فراء برضو، بس الفراء هنا لونها ايه؟ لونها ابيض، وزي ما انا لسه قايله من شويه انه الفراء ديت لونها ابيض بتتحول للون البني او الاسود في فصل الصيف لما يذوب الجليد، ولما يرجع الشتاء تاني بتقوم ايه متحوله من اللون البني او الاسود او الداكن دوت للون الابيض مره تانية. هتقولي طب ليه؟ اقولك علشان يتمكن من التسلل الى الفرائس، يعني يعرف يصطاد الفرائس بتاعته ويعمل تخفي برضو على حسب فصول السنة. يعني مثلا لو هو في الشتاء في الجليد هيحول لونه اللون الابيض زي الجليد علشان يعرف يتخفى، ولو جه الصيف الجليد ده هيذوب فهتبقى ارض عادية خالص، فهيحول لونه شبه لون الارض اللي هو البنية او اللون الاسود علشان برضو يعرف يتخفى ويعرف يحمي نفسه ويصطاد. يبقى احنا اتكلمنا عن اول حاجة في التكيفات التركيبية اللي هو تركيب او جزء من جسم الحيوان اللي هو الفراء. اتكلمنا عن الالوان بتاعته في النوعين، ثعلب الفنك والثعلب القطبي. دلوقتي بقى هنتكلم عن الاذن بتاعت كل واحد. طيب الاذن اللي موجوده في ثعلب الفنك زي ما انت شايف في الصوره كده طويله عن اللي موجوده في ثعلب القطبي. طب ليه طويله؟ قالك لانه بتساعده على فقد الحراره لتبريد جسمه. يعني هو دلوقتي عايش في جو حر او درجه الحراره المرتفعه في الصحراء، هو عاوز يحافظ على برودة جسمه في الحرارة المرتفعة ديت. يعني مثلا انسان في الصيف الجو حر شديد يعني بيشغل مروحة بيشغل التكييف علشان يحافظ على درجة الحرارة بتاعته او برودة الجسم بتاعته. نفس النظام هو عاوز برضو يحافظ على درجة الحرارة او درجة البرودة بتاعة الجسم بتاعته، فتقوم الاذن بتاعته بتساعده على فقد الحرارة اللي هو اكتسبها من الصحراء. يبقى هو اكتسب الحرارة الشديدة من الصحراء، فتقوم الأذن بتاعته فاقدة جزء من الحرارة ديت علشان تحافظ على مين؟ على برودة الجسم بتاعته. اتفقنا؟ زيه زي الإنسان كده. طيب الثعلب القطبي ايه بقى؟ الثعلب القطبي برضو عنده أذن، بس الأذن بتاعته قصيرة. طب ليه قصيرة؟ قالك علشان تساعده على ايه؟ على الدفء. وهو عايش في مكان فيه درجة الحرارة منخفضة، يعني برد شديد، فهو عاوز يحافظ على الدفء بتاعه. فأذنه بقى مش هتفقد الحرارة، لا دي هتحافظ على الدفء، هتحافظ على الحرارة المكتسبة، عكس ثعلب الفنك. ثعلب الفنك عايز يفقد الحرارة علشان علشان يحافظ على برودة جسمه في الجو الحر. اما الثعلب القطبي عاوز يحافظ على درجة الحرارة المكتسبة من الصحراء علشان عشان يحافظ على الدفء. القطبي برضو عنده الاقدام بتاعته برضو او الساقان بتاعته قصيرة برضو. ليه؟ علشان تساعده برضو على الدفء زيها زي مين؟ الاذن. هتقولي مش فاهم برضو ايه اللي خلى الساقان القصيرة انها تحافظ او تساعده انه يحافظ على الدفء بتاعه. هقولك انه الساقان القصيرة يعني سبحان الله بتاعت الثعلب القطبي معناها انه الاقدام بتاعت الثعلب هتكون مين؟ هتكون قريبة من بطن من بطنه، وبالتالي درجة الحرارة هتكون متوصلة بالجسم كله. يعني درجة الحرارة هتنتقل من مثلا من جسمه من فوق من الأذن للبطن وهكذا إلى مين؟ إلى الأقدام أو الساقان بسرعة، وبالتالي يحافظ برضو على مين؟ على الدفء بتاع الجسم بتاعه. اتفقنا؟ طيب ندخل بقى بعد كده على مين؟ على المراجعة بقى السريعة زي ما احنا قلنا اهو. هنراجع بقى بسرعة على الكلام اللي احنا قلناه او التكيفات التركيبية اللي هو الفراء. الثعلب الفنك عنده الفراء البنية. ليه؟ علشان تساعده على التخفي في البيئة الرملية. برضو ليه؟ علشان يحمي نفسه من الشمس الحارقة، او ممكن تساوي ديت برضو بدرجة الحرارة المرتفعة الموجودة في الصحراء. طيب الثعلب القطبي قالك عنده الفراء الابيض في فصل الشتاء، والفراء البني او الاسود يتحول من الابيض الى البني في فصل الصيف. طيب ليه؟ علشان يتمكن من التسلل الى الفريسة في اي فصل، يعرف ان هو يختبئ ويعرف ان هو يتسلل اليها بسهولة من غير ما الفريسة طبعا تكتشفه. طيب تكيفات التركيبية بقية الفراء اهو. قلنا انه الثعلب القطبي عنده بقى؟ دي زيادة، عنده فراء كثيف. ليه؟ قالك يساعده في الصيد في الثلج الكثيف. الفراء الكثيف بتاع الثعلب القطبي زي ما انت مثلا في الشتاء كلنا بنلبس حاجات تقيلة، وساعات بنلبس جواكت فرو. ليه؟ عشان تحافظ على درجة الحرارة بتاعتنا
ولأن درجة الحرارة عند الثعلب القطبي في الصحراء التندرا الباردة بتنخفض في فصل الشتاء ل50 درجة مئوية تحت الصفر، ودي درجة شديدة من البرودة، فهو بيبقى عاوز يحمي نفسه من البرد دوت، فبيبقى عنده فراء كثيف يساعده في الصيد ويساعده ان هو يحافظ على درجة الحرارة بتاعته. اوجه المقارنة بقى برضو بالنسبة للتكيفات التركيبية اللي هو الاذن. ثعلب الفنك الاذن بتاعته بتكون طويلة، اما الثعلب القطبي بتبقى الاذن بتاعته وثيقان قصيرة. لماذا؟ علشان تساعده على مين؟ على الدفء. يبقى احنا هنا استنتجنا من ايه؟ لو انت مركز من الاول، انا بدأت بالبيئات، فانت لو فاهم كويس هتعرف انه الثعلب الفنك عايش في الصحراء، معنى كده ان كل التكيفات بتاعته اذا كانت بقى فراء ولا اذن ولا ايا كان ايه هي، فهي علشان يحافظ على درجة البرودة بتاعت جسمه من درجة الحرارة المرتفعة الموجودة في الصحراء. اما الثعلب القطبي فعلشان يحافظ على الدفء بتاع جسمه. اتفقنا؟ علشان هو موجود طبعا في مين؟ في مكان شديد البرودة. طيب هناخد بقى التكيفات السلوكية. اول حاجة في ثعلب الفنك قالك ان هو بيعيش في الجحور. هل انا اتكلمت هنا عن تركيب في جسمه؟ لا، انا بتكلم هو بيعمل ايه، سلوكه ايه. زي بالظبط الفئران، قلنا برضو ان هي بتعيش في الجحور. نفس النظام ثعلب الفنك بيعيش في الجحور، ونفس النظام برضو الثعلب القطبي. طيب لماذا؟ قالك ليحافظ على برودة جسمه اثناء مين؟ اثناء النهار. يبقى احنا كده عرفنا خلاص ثعلب الفنك بيعمل الكلام ده كله ليه بيعمل تكيفات سلوكية وتكيفات تركيبية؟ علشان يحافظ على برودة جسمه اثناء النهار، وعلشان يعرف يتسلل الى الفريسة ويتغذى ويعرف يعيش. طيب الثعلب القطبي برضو بيعيش في الجحور. طيب ليه بيعيش في الجحور؟ يحصل على الدفء ايه؟ ليلا، لانه عايش في مكان شديد البرودة. التكيفات السلوكية بقى تاني حاجة فيها، احنا قلنا الاول اللي عايش في الجحور، تاني حاجة اللهث. ثعلب الفنك الحفاظ على برودة جسمه. عارف زي مين؟ لو فاكرين كده الشاطرين هما اللي هيقولوا زي الكلاب. احنا قلنا في اول فيديو خالص في المنهج انه الكلاب بتعمل حاجة اسمها اللهث. تمام؟ ليه بتعمل اللهث؟ علشان تحافظ على برودة الجسم بتاعتها من درجة الحرارة المرتفعة. ثعلب الفنك بيعمل نفس الشيء. طيب قالك كمان انه يتنفس بمعدل 700 نفس في الدقيقة، وديت طبعا حفظ، يعني ديت ان هو بيتنفس كم مرة في الدقيقة الواحدة. طيب الثعلب القطبي قالك ان هو ما بيعملش حاجة اسمها اللهث دي، ان هو مش محتاج ان هو يحافظ على البرودة الجسم، ده عايز يدفي جسمه مش يحافظ على البرودة، هو كده عايش في برد اصلا. ماشي؟ فاللي بيعمل اللهث دوت ثعلب الفنك والكلاب. خلي بالك من حتة انه يتنفس بمعدل 700 نفس في الدقيقة، لانه ممكن تيجي اختر او ممكن تيجي اكمل فيقولك يتنفس ثعلب الفنك كم نقط يعني نفس في الدقيقة الواحدة 700. طيب دلوقتي بقى هناخد الأطعمة أو الغذاء اللي بيتغذى عليه ثعلب الفنك والثعلب القطبي. الاتنين دول بيتغذوا تقريبا على نفس الأغذية، فده تعتبر نقطة تشابه ما بينهم. طب يتغذوا على ايه؟ أول حاجة بيتغذوا عليها الحشرات اللي هي في الصورة اللي فوق ديت. ممكن كمان يتغذوا على الفواكه اللي تحت، أو على جذور النباتات، أو على مين؟ بقايا الحيوانات أو الفرائس اللي هي تلاقي حيوانات كده ميتة، كان مثلا حيوان مفترس اخر اكل جزء وساب بقية اجزائها، فهي ثعلب الفنك وثعلب القطبي بيكملوا بقى على البقايا دي. تمام؟ يبقى هنا بيتناولوا انواع مختلفة من الاغذية.